هذا النهر اللي هو نهر الفرات كما أخبر عنه النبي، قال النبي أنه علامة من علاماته يجف، ينقطع منه الماء، لأنه يصرف عبر سياسة الدول إلى أماكن أخرى. عندما يجف يظهر فيه جبل من ذهب. حرب المياه انتهت، تبدأ حرب الذهب. هذا جبل الذهب. بالطبع العالم العربي ملآن بالسفن الغربية والبوارق والطيارات اللي كلهم يدورون بغوا هذه الثروات، وكلنا نشتغل فيها. حد منا يشتغل في بالحاف، وحد يشتغل هنا، وحد يشتغل في شبوة، عشان الموظفين كلكم تشتغلون. يكون عند الناس رغبة في الحصول على الذهب، فعندما يظهر الذهب كمادة وليس كسائل، يعني هذا أخبر عنه النبي، ويمكن الصغير منكم يدركه. فعندما يظهر هذا الذهب يقولون الناس أن المواصلات سهلة، يكون السفر سهل كما ترون الآن. كم مقدار السفر من عدن إلى هنا؟ يكون الوسائل المستحدثة أسرع في أنك تصل إلى حيث تريد، فيتجه الناس إليه، فيذهب إليه. إن هي دول، وإن هي دول عالمية، وإن هي دول محلية، وإن هو قبائل، وإن كل الناس يتجهون إلى جبل الذهب. قال فيقتتل عليه من كل 199. يا ليتهم يتفقون يسوون لجنة ويقسمونه. ايش رايكم لو واحد حضر منكم يطرح هذه الفكره؟ بديل ما تقتتلون عليه بالاسلحه، اجتمعوا واعملوا لكم لجنه من كل دوله واتفقوا عليه بيكفيكم. قال المرض ما هو في الذهب، المرض في العقول. الذهب بيكفيهم ما تقوم الساعه، والدنيا بتكفيهم مدى الحياه، لكن الناس ما فيها عقول، ما تريد تعيش، تريد تموت أو تملك لوحدها. كل واحد بغى يملك لوحده، ما بغى يعطي الآخر في كل شيء حتى في الدين. فلما صارت الناس إلى هذه المنافسة يقتتلون جميعا، كلهم يموتون قدام جبل الذهب. كل من يملك سلاح يقتل الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول لعلي أنجو. يقول لك قاتل، نحن إذا ملكنا الحكم بنمسك له، بنملك الجبل، إذا يموتوا كلهم. يا أبا هر، النبي يقول يا أبا هر إن استطعت ألا تكون منهم فافعل. إذا قدرت عادك تمنع نفسك وتهرب منهم أحسن لك. أنت بتشاركهم في هذا البلاء وفي هذا الوباء. بالطبع لأنه عدو ما حصل هذا الشيء ما رأينا، لكن هو سيحصل كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع بعد هذه المرحلة يتمهد العالم لظهور مرحلة ما سماها النبي بالإمام المنتظر. الإمام المنتظر هو من أهل البيت النبوي، يهيئه الله من غير علم أحد.